بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. زمان كان أي لاعب بيعتزل أو يبطل كرة في مصر كان يسافر برا. نسأل يقول لك ده بيلعب في دوري الشركات برا في الدول العربية في الخليج. يعني كان دول الخليج دي كان فرقها كلها فرق شركات مصانع، فأي حد كان بيسافر كان بيلعب في الأندية دي، وممكن يستمر هناك مدرب ومش عارف كده يعني. لما كان مصر زمان أندية شعبية، الدوري المصري كان كله أندية شعبية. الاتحاد السكندري، الأولمبي السكندري، دمياط، الشرقية، فريق شرقية، فريق منصورة الأهلية، مصر بورسعيدي، إسماعيلي، مين تاني، المنيا، خط الصعيد، بني سويف. كان أندية شعبية. كان في دوري لوحده مستقل بعيد كده اسمه الشركات، بس مش دعوة بالدوري الممتاز. ما تفهمش ايه اللي حصل. الدوري المصري بقى دوري شركات ومصانع شركات، والخليج دلوقتي بقى أندية شعبية. أهلي جدة السعودي، الهلال كده، مش عارف ايه الإمارات كده بقى، الإمارات كله بقى فرق شعبية. اتبدلنا بقى، احنا شركات وهم شعبيات. يعني خلاص بقولك الإسماعيلي خلاص هيهبط اهو، ففاضل مين؟ المصري، الأهلي، الزمالك، في حد تاني غير دول؟ يعني ينفع تلات فرق هيبقوا في الدوري المصري حتى لو صاعدين للدوري الممتاز الشركات برضو؟ وفي باين المحل الرابع، المحلة، المصري، الأهلي، الزمالك، أربع فرق من 21 فريق. يعني محصلش ربع الدوري المصري. دوري فرق شعبية. لحساب مين الكلام ده؟ لحساب مين؟ لحساب مين يا جماعة؟ ده هيأثر على منتخب مصر.